بن شرقي يغلق باب الجدل. رسالة هادئة بعد احتفال جماهير مصر بخسارة المغرب، وتركيز كامل مع الأهلي. حسم أشرف بن شرقي نجم النادي الأهلي الجدل المثار مؤخرا عقب احتفال بعض الجماهير المصرية بخسارة المنتخب المغربي، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تشتيت ذهني، وأن تركيزه الكامل منصب فقط على ما هو قادم داخل المستطيل الأخضر بقميص الأهلي. وفي هذا الإطار عقد أحد أعضاء الجهاز الفني جلسة هادئة مع اللاعب تم خلالها التأكيد على أن صفحة كأس الأمم الإفريقية قد أغلقت تماما، مع التشديد على ضرورة عدم العودة إليها أو السماح لأي تداعيات جانبية بالتأثير على مسيرته مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة. وخلال الجلسة حرص الجهاز الفني على توضيح المكانة الكبيرة التي يحظى بها بن شرقي لدى جماهير الأهلي، مؤكدين له أن حب الجماهير له لا يرتبط بأي أحداث خارج إطار النادي أو بنتائج المنتخبات. وشدد المصدر داخل الأهلي على أن ما حدث لا يجب ربطه مطلقا بما جرى في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة وتركيزا كاملين داخل منظومة الفريق، خاصة في ظل التحديات المحلية والقارية المقبلة. من جانبه أبدى أشرف بن شرقي تفهما كاملا للموقف، وتعهد بإغلاق الباب تماما أمام أي محاولات قد تخلق حالة من التفرقة أو الاحتقان بين مصر والمغرب، مؤكدا أن العلاقات الرياضية والإنسانية بين الشعبين أكبر من أي مباراة أو نتيجة عابرة. وأكد اللاعب أن تركيزه في الوقت الراهن ينصب على تقديم أفضل ما لديه بقميص الأهلي، والمساهمة في تحقيق البطولات والأهداف التي يسعى إليها النادي خلال الموسم الجاري، بعيدا عن أي أمور قد تشتت ذهنه أو تؤثر على مستواه داخل الملعب. ويأتي موقف بن شرقي ليؤكد التزامه الكامل بالمنظومة الحمراء وحرصه الدائم على الحفاظ على الاستقرار الفني والنفسي داخل الفريق، في وقت يستعد فيه الأهلي لاستحقاقات حاسمة تتطلب أعلى درجات التركيز والانسجام. في غرفة هادئة داخل القلعة الحمراء جلس أشرف بن شرقي يستمع بهدوء، لم يكن في عينيه غضب، بل تركيز لاعب يعرف جيدا أن كرة القدم لا تعترف إلا بالملعب. الكلمات كانت واضحة: ما مضى انتهى، وما هو قادم أهم. ابتسم بن شرقي ابتسامة خفيفة وقال بثقة: أنا هنا للأهلي فقط، مصر والمغرب أكبر من أي نتيجة، والملعب هو مكاني الحقيقي. في تلك اللحظة أغلقت صفحة الجدل، وبدأت صفحة جديدة عنوانها: التركيز، القتال والانتصار بقميص الأهلي.